دي مكعبات الكولاجين الطبيعي اللي لازم تبقى عند كل ست في الفريزر بتاعها عشان حرفيا هتفرق في صحتها جدا. متعودة بروح للجزار اطلب منه شوية من العكاوي وكمان العظم اللي بالنخاع. بعد كده بجيبهم احطهم في صينية وارشهم بشوية زيت وادخلهم الفرن لمدة ساعتين. بطلعهم احطهم في حلة الضغط. باخد العظم اللي بالنخاع بفضيه جوه الحلة. بزود لهم شوية مطيبات هكتبها لكم في الكابشن زي الجزر والكرفس. كمان بحط بصل وشوية من ورق اللورو والحبهان والمستكة. بحط الملح والفلفل وبنزل عليهم بالشوربة أو الدهون اللي نزلت في صينية الفرن. بحط كمان المية وأعبي عليهم وأحطها في حلة الضغط يستووا لمدة ساعتين. بعد ساعتين بتطلع معاكم شوربة النخاع الجميلة دي ريحتها تجنن. بسحب اللحمة والمطيبات أحطهم في بايركس على جنب، واللي فاضل في الشوربة بصفيه كويس في بايركس لوحده واسيبه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. ولما يبرد هدخله التلاجة لمدة ليلة كاملة عشان أفصل طبقة الدهن عن الشوربة. اللحمة بتكون مستوية جدا، بخليها واحطها في علبة وبستخدمها في الحشوات بتاعتي. تاني يوم بقى الشوربة بشيل طبقة الدهن اللي انتوا شايفينها دي، وبتفضل معايا مادة كده زي الجيلاتين جوه البايركس. بجيب قوالب سوبسانت كيوبس اللي بحجم نص كوباية، بعبيها بالشوربة دي وادخلها الفريزر. كل يوم بسحب مكعب مليان بالكولاجين والفيتامينات، اسخنه واشرب كبسولة فيتامينات يومية وبس والله.